كرونيك بالدارجة هو نسخة ناطقة بالدارجة ديال البودكاست كرونيك دو لا سيتي. قررت نبدا بودكاست بالدارجة حيت كان من المهم نهضر مع الضيوف ديالي المغاربة باللغة الأم ديالنا اللي هي الدارجة. الموضوع ديال هذا البودكاست هو لا سيتي بالمعنى الأصلي ديالها اللي عطاوه ليها الإغريق القدامى، هو مجتمع المواطنين الأحرار والمستقلين، لا كوميونوتي دي سيتويان ليبر اوتونوم بالفرنسية. هاد التعريف ديال لا سيتي كيخلينا نوعاو باللي هاد الأخيرة ماشي هي غير الديور والشوارع والزناقي، ولكن هي بالأحرى الأفراد اللي كاينين فيها اللي هما حنا. غادي نكونوا غالطين الا ظنينا بلي المهندسين هما الوحيدين اللي كيبنيو لا سيتي. لا سيتي كيبنيها المقاول وعالم الرياضيات ومول الطاكسي والانثروبولوج والمخرج والكاتب وكل فرد فينا. الهدف ديال هذا البودكاست هو نسمعوا التجارب ديال ناس مختلفة مع لا سيتي، واش هاد الأخيرة كتخليهم يعطيو معنى للحياة ديالهم، كيفاش كيشوفوا الدور ديالهم فيها وباش كيساهموا فيها. وبين قوسين فالكلمة ديال سيتي ما عندهاش مقابل في الدارجة ولا حتى في العربية، داكشي علاش لجأت لكلمة سيتي اللي هي كلمة فرنسية. وباش ما يبقاش البودكاست عام بزاف، فقد قررت يوليو الحلقات عندهم اتجاهات محددة، وبذلك غادي يوليو لي كرونيك هما دي كرونيك أدبية أو علمية أو تاريخية إلى آخره، وداكشي على حسب الموضوع اللي غيتم التناول ديالو. في هذه الحلقة ديال كرونيك ويب استقبلت أنس السدراتي، هضرنا على البودكاست ديالو علاش وكيفاش، على ويكيبيديا بالدارجة ومواضيع أخرى. وبين قوسين كندعيكم تمشيو تصنتوا البودكاست علاش وكيفاش حيت بودكاست زوين. بون ايكوت. نبدا واقيلا نكونوا سيري واحد شويه. داو السيدي على بركة الله. سميتو عرف براسك بالناس اللي ما عارفينكش. سي انس بعدا شكرا حيت مرحبا بك في بودكاست كرونيك بالدارجة. وعرف راسك الله يبارك فيك. اذا سمحتي للناس اللي كيسمعوا، دوك الناس القلال اللي ما عارفينكش، حيت دزتي عند الرمضاني وليتي سوبر ستار. لا حبذا زعما كنت عند رمضاني وليت سوبر ستار، ولكن الواقع المرير يقول عكس ذلك. يعني نساك مازال التاريخ في الطريق يا رفيق يا رفيق يا رفيق، نحن على الطريق، مازال لحد الساعة ما إن شاء الله مازال أمور أخرى نخدموا عليها. وهو أنا سميتي أنس السدراتي، أنا مغربي كما كنظن أنكم عارفين. أنا ساكن في السويد. شو نقول لك، عرف خدام في المستشار في الإدارة. شنو مستشار في الإدارة؟ هي كونسلتنت مانجمنت، كندير المانجمنت كونسلتين، هو كنظن هي بالعربية مستشار في الإدارة ديال المشاريع ولا ديال الشركات. وفي نفس الوقت انا نشيط في الويكيبيديا، كنكتب في ويكيبيديا بزاف د اللغات، وعندي واحد البودكاست اللي سميتو علاش وكيفاش. نعم خبير مستشار. شنو قلتي لي؟ اسمح لي. مستشار هي كونسلتنت. واش في ويكيميديا ولا في شي قنت اخر؟ لا في شركه راس ماليه. هادشي ما عندوش علاقه شركه راس بويكيبيديا ماليه ياك؟ لا ما عندوش كاع علاقه بها. ويكيبيديا ماشي خدمه، ويكيبيديا اي واحد تكتب فيها في اطار التطوع، تتمشي وتكتب مقالات فابور باش تفيد العالم وانه يكون المعلومات اكثر في العالم. اما ما غاديش تاكل طرف الخبز من الكتابه في ويكيبيديا، حيت اوكي. انا ما كيصحابي كنت كتخلصش. خدام مع تا هذا هي ولكن هذيك حاجه اخرى. هذيك ماشي خدام تنكتب من الخدمه، ماشي هي تكتب المقالات. كنت خدام في الاستراتيجيه ديال ويكيميديا، يعني كنت خدام تندير معاهم الاستراتيجيه ديالهم، ولكن هذاك شي ساله. هذيك الخدمه كانت فيها تقريبا واحد العام ونص، وكنت خدام معاهم مع السي او ديالهم في الميريكان، وداك الشيء خدمنا باش اننا نديروا الاستراتيجيه ديالهم ل 2030. هي الفكره. داكور. ولكن انا من ديما وانا مع اللي كيسمى الحركه ديال ويكيميديا بالانجليزيه، ويكيميديا موفمنت. هي الناس اللي كيساهموا بالمعرفه الحره، زعما المعرفه فابور بالمعلومات انها تكون فابور. هذه واحد الحاجه اللي ديما خدام فيها، وداكشي علاش اصلا ساهمت في هذيك الاستراتيجيه ديالهم. يعني كنخدموا على انه العلم والمعرفه تكون فابور، ماشي ضروري العلم زعما الاكتشافات العلميه ولا داكشي، وانما اي نوع د المعرفه، اي خبر خاص الناس يوصلوا ليه بلا ما يكون واحد الرقابه عليه ولا ان ديك الخبر يتخبى، لانه المعرفه هي الاساس ديال التطور ديال البلدان. ومن غير داكشي قلت لك عندي واحد البودكاست اللي كلمات عميقه فعلا. عندي واحد البودكاست اللي سميتو علاش وكيفاش. نعم
نعم. هذيك نعم يا لا راك صديقي. أنا غنعاود. بارك الله فيك، بارك الله فيك. قلت لك عندي بودكاست سميتو علاش وكيفاش، وهذاك البودكاست حتى هو داخل في نفس الإطار، واحد البودكاست بالدارجة اللي كنحاول نبسط فيه المفاهيم، بزاف ديال المفاهيم اللي سميتو اللي كيبان لي أنه مهم أنه يكون عندنا واحد الفهم عليهم. والفكرة إمم، ديال هذاك البودكاست هو أنه في شحال د الوقت دوزت في حياتي كنهضر مع بزاف د الناس، كنلقى أنه شي واحد تقدر أنت تكون ما متّافقش معاه على ود إما أنت فاهم شي حاجة غلطة ولا هو فاهم شي حاجة غلطة، وملي تتوليو فاهمينها بنفس الطريقة تيولي النقاش ساهل بزاف، وواخا ما تكونوا ما متّافقينش على الأقل تتكونوا متّافقين أن التعريف هو. المشكل هو ملي شي واحد تيجي وهو واخد واحد المفهوم في راسو فاهمو غلط، فاهمو مقلوب، وتيجي وتيبقى يناقش معاك ويقول هاد الشي ما يمكنش، هاد الشي حنا ما عمرنا ما نقبلوا به، هذا سميتو تتلقى مشكل. أما إلا بعدا على الأقل أنت وشي واحد ملي غادي تجيو تناقشوا عندكم نفس الفهم لواحد الكلمة، على الأقل نتوما راه بادين بواحد الحاجة متفقين عليها، واخا من بعد كل إمم. واحد عنده رأي ولا شي حاجة، عندكم المفهوم متفقين عليه. داك الشي علاش أنا بغيت ندير هذاك البودكاست، باش على الأقل هذيك البساطة الأولى ديال النقاش، ديال أنه نبداو من نفس الحاجة هذيك تكون موجودة. أما من بعد كل واحد راه غيكون عنده الرأي ديالو، أصلًا الناس ما يمكنلكش أنت بزاف غادي تقنعهم بشي حاجة، غير هو على الأقل يكونوا فاهمين على اش تيهضروا، ماشي شي واحد تيجي تيبدا يهضر على شي حاجة ما فاهم فيها والو، تتلقاه هو اللي باين وهو اللي معروف وهو ما تيهضر وصافي، هذا هو. دابا دخلتي في شي مناظرة مع شي واحد غتقول ليه كنحيي لك الحلقة رقم كذا. سير سمعنا أنا هي ديما بحال الأولى. هكا تنتلاقى شي واحد كنبقى نهضر معاه تنقول ليه الحلقة 15 هضرت على هاد الشي، سير سمع الحلقة 15. عاد اجي لأنه نهضروا انا المشكلة وياك. دابا شوف، دابا كاين 7 المليار د الناس في العالم، إلا جيتي نتايا تعطي ثانية من حياتك لكل واحد باش تشرح له شي حاجة، راه ما غتبقاش عندك حياة، تولي حياتك هي تشرح، وأنت أمم. ما غتاكل، ما غتنعس، ما غدير حتى حاجة أخرى في حياتك، ما غتخدم. داكشي علاش خص الواحد يحاول ديك الوقت ديالو يستغلو مزيان. إلا بلاصة ما غادي تعاود نفس الحاجة تشرحها 100 مرة، اللهم ديرها في بودكاست وغتخلي هذاك البودكاست موجود، اللي بغا يشوفو في أي وقت مرحبا به، وملي يشوفو ويكون عنده واحد الضبط مزيان ديك المفهوم يقدر يناقش. أما غتجي تناقش مع شي واحد المرة الأولى يقول لك الأرض مسطحة، غتبقى أنت تشرح له لا الأرض مدورة، ولا غدا عاوتاني تجي عند واحد آخر يقول لك الأرض مسطحة وأنت تقول الأرض مدورة، شحال قدك ما تبقى تعاود الهضرة؟ فهمتي؟ هذا هو الفكرة، هو أنه خاصك تكون عندك واحد الحاجة اللي غادي تخليها تما أرشيف، باش حتى أنت راه ما بغيتيش تعاود الهضرة بزاف د المرات، تلقى ها واحد التعريف موجود، نشوفوا هذا التعريف نناقشوا وعاد من بعد ندوزو لحاجة أخرى. أمم. هذه هي الفكرة. المهم نعاودوا نرجعوا للبودكاست. أنا جاي لك. مرحبا. بعدا ما قلتيش هاد مرحبا به. المرة. ما قلتيش أنا منسلا هاد المرة هادي. ديما أنا من لا وهذه راه حيت عارفينها قلتيها الناس، واحد. واللي ما عرفهاش نقول لها أنا راه من سلا، مدينة سلا وأفتخر أحسن مدينة في العالم. واش كاينه هاد باش القضية. نتفاهموا. لاحظت كاينين شي ناس من سلا كيقولوا في التعريف ديالهم أنا من سلا. كاين واحد انت و دابا حيت انت واحد من ذبولان. واحد المدينة اللي عندها، لا حيت دابا سلا واحد المدينة اللي عندها تاريخ كبير، ولكن في المغرب مهمشة، وهي مهمشة علاش؟ حيت من وقت الاستعمار ديال فرنسا، ملي جات فرنسا دارت الرباط هي العاصمة، فاس هي اللي كانت العاصمة قبل 1912. ملي جات فرنسا جا ليوطي، كانوا القبائل الامازيغيه تيثوروا بزاف على فاس، ما عجباتوش فاس، قال لهم هذيك المدينه دايرين بها القبائل والجبال وداك الشيء صعيب باش ندافعوا عليها، مشى دار العاصمه في الرباط لان الرباط كتطلع على البحر. الرباط وسلا كانوا بحال بحال، كانوا جوج المدن عندهم التاريخ ديالهم وداك الشيء ونفس المستوى ديال السكان وقد قد. ولكن من نهار اللي جا ليوطي وجات فرنسا عطاو القيمه كبيره للرباط، وسلا حيدوا لها القيمه ديالها، ولاو مثلا ردوها غير ضاحيه. وكانوا سميتو حتى الناس اللي كانوا في سلا في ديك الساعه كانوا شويه بحال تقول مرتبطين بالثقافه ديالهم اكثر، وعندهم التقاليد ديالهم قابطينها اكثر، وكانوا ضد الاستعمار، فكان الفرنساويين كيعاقبوا المدينه ديال سلا بهذاك الشيء. وملي جا الاستقلال زعما زاد داك الشيء اكثر، لانه صافي هما بناو انه الرباط هي العاصمه وهي المدينه اللي زوينه وحديثه، وسلا بحال هي واحد الضحيه ديالها، وفيها غير داكشي مهمات، ومدينه ما فيها لا خدامه لا والو، فيها غير السكنات. فالناس اللي في سلا كيحسوا بواحد الظلم من هذه الناحيه، خاصه ان واحد المدينه عندها تاريخ كبير وداكشي علاش تتلقاهم تيبغيو يهضروا اكثر على انهم هما من سلا، باش يحيدوا ديك الفكره الغالطه اللي عند بزاف د الناس ديال ان سلا راه غير واحد الضاحيه وواحد المدينه اللي يلاه تابعه للرباط وصافي، بينما هي اقدم من الرباط. راه الرباط ملي كانت جمهوريه سلا، الرباط كانت كتسمى سلا الجديده. ويلي في راس هاد البلان هذا.
قلبوا عليها في جوجل وقلبوا عليها في الاخبار، وانا عزيز علي الربط بالمناسبه، ديك ما عندي حتى جمهورية مشكل مع سلا هي الربط عزيز ديال عليا. بيان سور القراصنة وداك الشيء ديال الجهاد البحري، ورناتشيروس داك. كاين واحد اي هذاك الشيء. غادي كانت هي في يمارس الرباط وسلا بجوج، ولكن كانت سميتها جمهوريه سلا. هذاك الشيء اللي كاين. هذا الابتسامة درتي. ولكن ما يشوفوكش دوماج. ما كاين مشكل، بغيتي نشعل الضوء؟ شنو؟ واش نشعل الضوء باش يشوفوني؟ لا ما يشوفوكش زعما، ما كاينش فيرسيون، راك عارف راه هادشي اوديو. بودكاست راني عارف. المهم مور الباك مشيتي بعدا بغيت نهضر شويه على لاكتواليتي، الامور الراهنه. المهم امور راهنه. داكشي شنو بان لك في داكشي اللي وقع البارح ديجا ولا البارح على والبارح قضيه ديال الصحراء امريكان غادي تحل كونسولا في الصحراء المغربيه، واول رئيس امريكي كيعترف بان الصحراء هي مغربيه. مالوغوزمون كان هو ترامب. ودابا هذا الا كان سؤال. عندك شي حاجه ما تقول على هذا الشيء هذا، سينو نقدر نجوستيفي علاش كنسولك هذا واش السؤال. غنقول لك؟ انا اللي غادي نقول لك هو انه مؤسف. انا اللي عندي بالنسبه لي مؤسف بزاف بزاف بزاف، وانا اتاسف انه كنربطوا واحد الحاجه بحال القضيه ديال الصحراء اللي هي كنعتبروها جزء من المغرب، اللي ما نحتاجوش نقيدوها كاع، اننا نربطوها بالاعتراف بواحد الكيان صهيوني. انا في نظري هذه واحد الحاجه مؤسفه. الا حنا كنعتبروا ان الصحراء مغربيه، راه ما خصنا نبيعوا ما نشريو هذه القضيه بحتى حاجه. يعني الصحراء مغربيه صافي، الصحراء مغربيه، ما خصناش شي واحد يجي ويقول لك الا بغيتي نعترف لك ان الصحراء مغربيه سير انت اعترف بكذا ولا كذا ولا دير هذه ولا هذه. انا في نظري هذا امر مؤسف. الا حنايا كنقولوا ان الصحراء مغربيه، راه هذا حقيقه، ما نحتاجوش نديروا واحد الحاجه باش عاد الناس يعترفوا بان الصحراء مغربيه. انا هذا هو الراي ديالي، وانا متاسف لانه كاين تطبيع ديال العلاقات مع واحد الكيان اللي كتشوفوا كل نهار شنو كيدير، واللي التاريخ شاهد على انه شنو دار. انا هذا هو الراي ديالي، زعما الصحراء المغربيه هذه اوكي ما فيهاش نقاش، ولكن ما غاديش نحتاجوا نقيدوها ولا نبيعوا ونشريوا في هذه القضيه بشي حاجه اخرى. انا في نظري كاين واحد المشكل، وكاين مشكل اخر هو انه مني انا تفرجت في الاخبار تنشوف واحد الحاجه مضحكه، زعما تيهضروا على امريكا اعترفت بالصحراء، وحتى واحد ما تيجبد القضيه ديال الكيان الصهيوني. يعني بحال شنو هذا خبر مخبي، ولا راه كاين الانترنت والعالم راه عارف شنو واقع. فانا في لا نظري هضروا هذا عليها اشكال. حتى في المغرب، هضروا عليها زعما هي تيهضروا عليها من ماشي. دغيا دغيا، راه شحال من واحد تيجي بغى يهضر تيقول لهم انا ما بغيتش نهضر على هادشي، بغيت نهضر على الصحراء. وانا في نظري هذا مشكل، لانه راه كاين جوج الاخبار ماشي خبر واحد. وانا كيجيني مؤسف انه باش الامريكان تعترف بالصحراء خاصنا حنا نديروا شي حاجه للامريكان. حنا سيدي ما نديروا حتى حاجه للامريكان. الا حنا عندنا واحد القضيه عادله راه عادله، ما تحتاجش انت دير لهم شي حاجه باش هما يقولوا عليك سميتو دابا نعترفك بانها عادله. انا هذا هو الراي ديالي صراحه، وبطبيعه الحال هذا الراي الشخصي ديالي، وانا ما عمري ما غنعترف بهذا الكيان هذا زعما كمواطن. بصح كانت هاد القضيه هذه في بنادم كيكومونتي كوم كوا غادي يوليو الناس يربطوا بين القضيه ديال الصحراء واسرائيل كوم كوا راه حتى حنايا محتلين ديك الارض، وزعما قضيه شويه في شكل. هذا هو المشكل، لانه دابا ملي انت كتعترف بواحد محتل فلسطين راه كتجي بحال انت غتولي تتبان انت بحال انت داير راه داكشي اللي داير، واخا حنا ما دايرينش هادشي. هذا هو فوالا. المشكل. و بون انا كانت كتجيني العالم كامل كيشوفها شويه بحال هكا قبل من هادشي، حيت ما فاهمينش مزيان زعما لا كومبلكسيتي ديال القضيه ديال المغرب. زعما كتجيهم باش يشيماتيزيو كيقربوا داكشي اللي واقع في اسرائيل وبين اسرائيل وفلسطين داكشي اللي واقع في المغرب. مي ما المهم كايناش كاع علاقه. حنا كنهضروا على وحدين تولدوا في روسيا ولا تولدوا في بولونيا ولا تولدوا في المانيا وجاو في 1948 لواحد البلاد كانوا فيها ناس. ما غاديش نقارنوا هذه وحدين جايين من العالم كله تكبوا على واحد البلاصه مع وحدين اللي هما اصلا من ديما هما في ارضهم. ما يمكنش نقارنوا جوج الحوايج، ما كايناش كاع علاقه بيناتهم. المغاربه
والناس ديال الصحراء هما من ديما هما كاينين في هذيك الارض، ماشي جاو شي وحدين من واحد البلاصه هجموا على بلاصه اخرى. اما القضيه اللي تنهضروا عليها ديال فلسطين، راه كانوا فلسطينيين جالسين في واحد البلاصه، وجاو كل واحد من شي بلاصه في العالم وجاو تكبوا عليهم، قال لهم لا حنايا دي 3000 عام الارض الموعوده شعب الله المختار. ماشي نفس الحاجه، ماشي نفس الموضوع. المهم anyways زعما هادشي كيبقى انت خاص تكون فيه براغماتي اللي فيها المصلحه ديال البلاد ديالك زعما. هي ولكن دابا شنو هي المصلحه؟ دابا حنايا عارفين ان الصحراء مغربيه، هذا ما تناقشوش فيها ياك، حنا عارفينها. ولكن هذا راه كيجيني بحال ابتزاز، بحال الامريكان خاصك انت دير الامريكان خاطرها باش تعتبرك بواحد الحاجه اللي هي اصلا انت ديالك. انا هذا هو المشكل اللي عندي، ما كتبانليش براغماتيه في هذا الشيء. انت واحد الحاجه هي اصلا ديالك، الا جا شي واحد يقول لك ولا حتى دير لي هذا البليزير عاد نقول لك انها ديالك. انا في نظري هذا المشكل. المهم على العموم بغيتي شكرا تقطع هذه على الصفحه زعما هذا الجزء قطع ماشي مشكل. لا ما علاش العيد ما عرفتش. تقالت شي حاجه فيها العيب زعما كلشي لا لا ما كاينش العيب، حنا ما نخرجوش العيب في العواش. بشر المباركه. علاش سولتك على هادشي؟ حيت بالنسبه ليا كلشي تقدر بون انت خدام على ويكيبيديا بالدارجه، و زعما في النظر ديالي كلشي تقدر الا بقيتي كتحللو كديكومبوزي يقدر يرجع للغه، ثم يقدر يرجع للونغاج. بحال دابا الانتماء ديالنا للمغرب هو حيت حنا الدارجه هي اللغه الام ديالنا، دونك البلاصه فين كتهضر اللغه الام ديالنا هي ديك البلاصه. اذا حنا مهتمين بالقضيه ديالو كنقولوا بان الصحراء مغربيه وحيت هي فعلا فهمتي. دونك بحال قلتي اللغه هي بحال قلتي سيستيم ديكسبلواتاسيون بالنسبه للدماغ ديالنا. الصراحه ما متفقش معاك بزاف. انا درت في البودكاست ديالي حلقه على اللغه ودرت حلقه على الهويه، وصراحه ماشي ديما كاينه واحد الارتباط بيناتهم، حيت دوله بحال المغرب اولا راك عارف جوج ديال اللغات هما العربيه والامازيغيه، وكاين الناس اللي ما تيهضروش كاع الدارجه وراه هما مغاربه، كاين اللي تيهضر غير الامازيغيه وتا هو مغربي. دابا القضيه ديال شنو هي دوله حتى هي درت على حلقه بوحدها. دابا داكشي علاش تنحاول هاد المفاهيم كل حاجه ندير على حلقه. دابا التكوين ديال دوله راه واحد الحاجه اللي معقده بزاف. الا جيتي تشوف الخريطه ديال المغرب في القرن 11 والقرن 12 ملي كانوا المرابطين والموحدين، راه اسبانيا ولا الجنوب الاسباني كان ديال المغرب، راه تيمبوكتو كان ديال المغرب، راه السنغال وموريتانيا كانوا ديال المغرب. موريتانيا راه ملي استقلت راه ما اعترفش بها المغرب 10 سنين، حيت بالنسبه لهم كان جزء ديال المغرب. ومن 1960 فاش استقلت حتى 1970. يعني شنو هي دوله وفينهم تيحبسوا الحدود ديال الدوله، وداكشي واحد الحاجه كتبدل بزاف مع التاريخ، مع الاستعمار، مع بزاف ديال العناصر. فانا في نظري التكوين ديال الهويه ديال شي بلاصه بحال المغرب ما مرتبطاش بالضبط باللغه، لانه كما قلت لك كاين جوج اللغات اللي هما اللغات الام، يا اما الدارجه ولا الامازيغيه. ولكن الدوله عاده ملي كتكون كتحاول دير مجهودات باش انه داكشي تجمعوا. يعني مثلا داكشي علاش كيديروا المدرسه هي واحده من العوامل الوسائل والعوامل المهمه بزاف اللي كتخدم شي دوله باش انها تدير الهويه اللي بغات. ونعطيك مثال فرنسا في مورا وقت ديال الثوره الفرنسيه وموراها كانوا تقريبا 50% لوكسيطون هي واحد اللغه معروفه بزاف كتهضر في النص الجنوبي د فرنسا. دابا ما تيهضروها شي 30,000 ولا شي حاجه. في ديك 1800 ولا هذا كانوا تيهضروها النص ديال السكان د فرنسا، والنص الاخر للشمال هما اللي كانوا تيهضروا اللي كتسمى دابا الفرنساويه اللي هي اللهجه ديال باريس. اشنو داروا فرنسا؟ داروا واحد الحاجه كتسمى جينوسيد لانغويستيك. كانوا تيمشيو عند الناس بالمدرسه وتيقولوا لهم غتهضروا الفرنساويه، ولا تيهضر مثلا شي لهجه ديالو ولا شي حاجه تيضربوه في القسم ولا هذا، وما كانوا تيمنعوهم. هادشي داروا حتى فرانكو في اسبانيا ملي كان تياخذ الكاتالانيه، كان تيمنع الناس يهضروا الكاتالانيه. زعما هذه واحد الحاجه طبيعيه في بزاف د البلدان. هاد الطريقه هذيك كتخدمها عاده الدول باش انها بحال قلتي تكون هذيك الهويه ديال المواطن اللي باغا. حنا في المغرب ما عندناش هذا الشيء بزاف، لانه الهويه ديالنا داخل فيها حتى الدين صراحه عنصر مهم بزاف في الهويه المغرب، حيت كاين الاغلبيه ديال المغاربه مسلمين، واخا كاين واحد الاقليه اليهوديه، ولكن كيبقى العامل الديني مأثر بزاف في الهويه ديال المغاربه. بطبيعه الحال اللغه هي مهمه، ولكن انا ما غنعطيش اللغه الدرجه الاولى في الهويه ديال المغاربه. نقول انه الدين هو الاول عاده،
هذا ماشي الراي ديالي الشخصي، هادشي انا كيفاش تنشوف في المغرب. يعني كتشوف ان المغاربه عاطين اهتمام كبير للدين وجزء كبير من الهويه ديالهم. وعاد كتلقى اللغات، وعلاش قلت لك اللغه هي الثانيه؟ لانه كاين جوج د اللغات، ما كايناش لغه واحده. يعني ملي غادي تقول انت اللغه ديالنا هي الدارجه، كاين بزاف د الناس ما غيتفقوش معاك، واللي حتى هما مغاربه وتولدوا في المغرب وتيسكنوا في المغرب وتيهضروا لغه اخرى. فهي اللغه مهمه وكتجمع بزاف د الناس، ولكن ماشي هي العامل الاساسي في الهويه ديال المغرب. نقدر نقول ان الهويه ديال المغرب الخصوصيه ديالها هي انها مخلطه، فيها بزاف ديال العوامل وبزاف ديال الحوايج اللي كيجمعوها، سواء الدين سواء اللغه سواء الاصول. بزاف ديال الحوايج. وحتى المغاربه براسهم كتلقى مثلا شي واحد مغربي من واحد المنطقه، راه تقدر تلقاه ما عنده حتى علاقه ثقافيا مع مغربي واحد اخر من منطقه اخرى. يقدر كاع شي لهجات يكونوا بعاد بزاف ما تيتفاهموش مزيان. خاصه خديتي شي الناس الكبار، يعني اللي كيهضروا شي لهجات قحه. ولكن واخا هكاك هما بجوج مغاربه. يعني كاين شي حوايج اخرين تيجمعوهم، بجوج تياكلوا كسكسو مثلا نهار الجمعه، بجوج تيديروا شي حوايج. يعني هذاك هو اللي كيخليهم انهم مغاربه، ماشي ضروري اللغه. كياكلوا الطواجن، شي حوايج بحال هكا. هادشي كله عوامل كتاثر في الهويه. لا، المهم هذه غير وجهة نظر. زعما البلاصة فين كتهضر اللغة الأم ديالك كتكون عندك غالبا بها شي علاقة زعما وطيدة. زعما متفق معك، داكشي علاش تنقول انا مسلم. تفضل. مالك؟ لا، قلت لك داكشي علاش تنقول لك انا مسلم، هذه هي الجمله اللي بغيت نقول. اوكي سي بون. المهم هذه كان تمهيد السؤال ديالي، داكشي علاش. و المهم واخا هادشي مرون شويه، مشيتي بعد الباك مشيتي لفرنسا ياك؟ يعني شي لا، مشكل. ماشي من بعد الباك، مورا الاقسام التحضيريه. درت الاقسام فوالا. التحضيريه في المغرب في الرباط. وقريتي الانجينيوري ياك؟ اه موراها خرجتي انجينيور. وكيفاش زعما درتي لا ترانزيسيون بين هادشي زعما واش كانت ساهله تمشي لشي دومين اخر من غير الانجينيوري اللي هو دومين تكنيك باش باش وصراحه هو ماشي دومين تكنيك. واش لا ترانزيسيون كانت وهو ساهله ولا؟ صراحه انا ما تنظنش بانه الهندسه واحد الميدان اللي هو زعما متعمق بالضبط في الميادين التقنيه. على حسب اولا المهندس فاش، وعلى حسب حتى شنو قريتي وكيفاش قريتي داكشي. كاين شي انواع ديال الهندسه اللي بصح كتكون معمقه بزاف. مثلا شي واحد غيقرا في شي مدرسه ديال الميكانيك وتيبقاو 3 سنين هما تيديروا الاعمال التطبيقيه مع الطوموبيلات والطيارات وداكشي، هذاك بطبيعه الحال غيكون تيعرف غير الميكانيك. ولكن مثلا انا المدرسه اللي قريت فيها قراونا اكثر كيفاش انك دير الاداره ديال المشاريع، ولا كيفاش انك تخدم في شي حوايج اللي عندها علاقه بالتكنولوجيا بصفه عامه. ماشي قرينا واحد الميدان تقني بالضبط وعندي خبره غير في هذاك الميدان التقني. تقريبا نقدروا نقولوا انه كتقرا بزاف ديال الحوايج، وكل حاجه كتقرا منها شويه باش تكون في عندك فكره على العالم ديال الخدمه كي داير وعلى شنو كاين في الخدمه. فانا صراحه ملي تخرجت ما كانش عندي شي خبره معينه في شي حاجه بالضبط. كنت نعرف شويه ديال الكود، تنعرف شويه ديال المسائل اللي متعلقه بالنيتوركس بالشبكات بحال هكاك. كنت نعرف شويه ديال الاداره واخا ما كانش عندي تجربه، وكتعلم داكشي كامل. وملي كتخدم كتاخذ تجربه. زعما انا صراحه خدمت في المسائل كلها اللي عندها علاقه بالتكنولوجيا. خدمت بزاف في المسائل ديال الحواسيب ديال علوم الحاسوب وويكيميديا. واخا هكاك راه واحد الحاجه اللي هي تكنولوجيا، فيها بزاف ديال التكنولوجيا. واخا تكون تخدم في الاستراتيجيه ولا في شي حاجه، خصك تكون تفهم في التكنولوجيا. فانك تكون مهندس راه واحد الحاجه اللي ايجابيه، حيت انا مهندس في الاتصالات. يعني انا قريت بزاف ديال الحوايج عندهم علاقه بالاتصالات وبالتكنولوجيات الحديثه وبالعلوم الحاسوب. وهذاك الميدان فهمتي كبير بزاف. يعني تقدر تخدم في جوجل، تقدر تخدم في اي شركه، وتقدر تخدم في بزاف ديال المناصب. ماشي ضروري غادي تخدم انت هو المبرمج باش حيت انت مهندس. تقدر تكون مهندس وتخدم في حوايج اخرين، لانه مهندس هو واحد الحاجه غير تعطيك الوسائل باش انك تفهم. ولكن من بعد انت من تفهم عاد غادي تشوف المنصب اللي غادي تكون فيه. بطبيعه الحال تقدر تخدم في منصب تقني، ولكن تقدر تخدم حتى في اي منصب واحد اخر، زعما على حسب انت الكفاءات اللي عندك وعلى حسب انت اشنو باغي دير. وعاده شي واحد ملي تيكون يلاه تخرج راه ماشي غادي يخدم هو المدير ولا المسير، راه تيبقى الواحد غادي دقه دقه. خاصك تخدم وتصبر وتدوز بزاف د الوقت في شحال من مرحله باش يلاه تتبقى تطلع. وكاين اللي تيعجبو يخدم في داكشي التقني تيبقى فيه وتولي خبير تقني ويقدر يتخلص اكثر من هذاك اللي تيكون هو الشيف ديالو. داكشي ما كاينش مشكل ديال انه شي واحد تيقول لك هذاك اللي تقني راه عيان ولا شي حاجه ولا بقى في نفس البوست بزاف. تقدر تبقى في نفس البوست بزاف وتولي انت خبير على المستوى العالمي في هذاك البوست. ما كاينش واحد اللي غنقولوا واحد الطريقه
اللي هي صحيحه بالنسبه لكل شيء، ولا واحد الحاجه اللي كل شيء خصو يديرها. كل واحد يحاول يمشي في داكشي اللي عاجبو، اللي كيعجبو داكشي اللي تقني كيمشي فيه، اللي كيعجبو داكشي اللي ماشي تقني تيمشي فيه. غير هو زعما شي واحد اللي مهندس ماشي ضروري خصو يخدم في داكشي اللي تقني. ديك القدره على التحليل والقدره على الفهمه كتخليك انك تقدر تخدم في بزاف د الحوايج واحد اخرين. المهم انا كنت السؤال ديالك غادي نفهمو اكثر كون مثلا قلت لي وانت كنتي مهندس وليتي شاعر، هذيك غنفهمها زعما الشعر بعيد بزاف على المهندسه. ولكن انا واخا هكاك راه خدام قريب بزاف في الميدان ديال التكنولوجيا والمسائل التقنيه، فراه ما بعيداش بزاف. بون حيت غالبا اغلبيه الناس كيبقاو زعما بون انا كيجيني هادشي درتي اتيبيك شويه، حيت زعما اغلبيه الناس كيبقاو غالبا في داك الدومين ديالهم لي تكنيك وداكشي. و المهم انت اصلا كانت كتعجبك ويكيبيديا، وداكشي علاش قررتي تخلق ويكيبيديا في الدارجه. اللي المهم هادشي علاش درت هذيك التوطئه جيتك. مرحبا بالتوفيق. غير واحد الملاحظه، ماشي انا اللي خلقت ويكيبيديا بالدارجه زعما بوحدي. دابا كاين بزاف ديال الناس اللي كانوا مهتمين بهذه الفكره، وحنا قدمنا طلب للمؤسسه ديال ويكيميديا اللي كاينه في امريكان، ولكن ماشي انا بوحدي، زعما بزاف ديال الناس اللي داروا هادشي، انا غير واحد منهم. اوكي. داكشي علاش درت داك المقدمه ديال قبيله ديال كوم كوا سميتو ديال العلاقه ديال الهويه باللغه. و كوم كوا زعما الانسان كيميل باش يدير زعما كيميل باش يدير شي حاجه باللغه الام ديالو. و المهم انا كنشوف زعما الدارجه عندها داك البوتونسيال باش تكون شي نهار هي يسميوها اللغه المغربيه مثلا، كما كاين اللغه اسبانيه وايطاليه وداكشي. و لو فات انك تكون عندك واحد اللغه موحده زعما غادي حيد بزاف ديال المشاكل. حيت كيجيني انا المشكل الاميه مثلا في المغرب هو اللي ان الناس انا داكشي باش كتهضر وداكشي اللي كيتكتب وداكشي اللي كتسمع مختلفين بزاف. زعما الا كان داكشي موحد غادي فريمون يتحلوا بزاف د المشاكل. ودابا السي الياس، دابا انت طرحتي واحد النقطه اللي حنايا كجوج ديال الناس لا حول لهم ولا قوه ما غادي نبدلوا والو. حنا نقدروا نناقشوا، ولكن انا غادي نحاول نشرح لك اشنا هو المشكل اللي كاين. دابا المشكل اللي كاين هو انه بحال هاد المسائل هادو تيكونوا القرارات ديالهم في واحد المواضيع البلايص اللي هما باينين، زعما شكون اللي غيقرر في هادشي. نعم. سيدي بالصحه والراحه البراد، هادي ثلاثه هنايا. هذه شنو كيسمعوا المزايده في المزايده. انا درت لك المزايده بحال الصحراء، درت لك المزايده. مزايده في البراد. درت لك المقايضه. البراد اتاي. ما هي البراد. المهم شنو بغيت نقول لك، قلت لك القضيه هذه سميت سمعت هذا الصوت هذا في الباك جراوند. لا راني ماشي مشكل، غير خليه. لانه انا ضربت براد فين كانت عندي ديك الكونفيرونس في العشيه. صح اخي، الله يعطيك الصحه والصحه لك انت اللي دابا مستافد، انا ما مستافد من والو. انا تنسال من الصوت. المهم اش بغيت نقول لك، الكوزينات حنا عايشين فيها. كوزينس. بغيت نقول لك ان هذه المساله ديال اللغه وديال القرارات اللي على اللغه هذه مرتبطه بالدول. علاش؟ لان الدول هي اللي عندها الوسائل بحال اللي هضرنا عليها ديال المدرسه، وعندها وسائل اخرى ديال الاعلام وشحال من حاجه اللي كتقرر في هذه النقط هذه. فبطبيعه الحال الواحد يقدر يدير المجهود ديالو باش انه يشجع شي لغه ولا يحارب شي لغه اخرى ولا لهجه ولا نسميوها وسيله ديال التواصل، ولكن كناس ما غاديش تقدر تبدل بزاف. يعني خص داكشي تيكون في واحد المستويات واحده اخرى الا بغيتي هادشي يمشي. وانا نعطيك امثله علاش هادشي صعيب انه يدار بواحد الطريقه اللي ماشي رسميه. اولا باش نهضروا مثلا على اللغه المغربيه، اللغه المغربيه اللي جينا نهضروا عليها اللي هي الدارجه مثلا الا افترضنا الدارجه هي اللغه المغربيه، غادي خصك تخرج قواميس، غادي خصك تخترع كلمات جداد، بزاف ديال الكلمات جداد. لانه انا فيما تنسمع شي واحد تهضر بالدارجه تيبقى يخلط النص ديالها بالفرنسي. المهم انا ما تنديرش هذا الشيء، ولكن انت ندير مجهود كبير. تنهضر على شي واحد زعما اللي ما باغيش يدير اي مجهود واحد كبير. زعما ماشي لا كاين الناس تيهضروا بالدارجه مزيان،
كيهضروا الدارجه مزيان، ولكن كاين بزاف د الناس اللي تيخلطوها بالفرنساويه مثلا. فخصك تخرج كلمات جداد، خصك دير بزاف د الحوايج. هادشي ما تيداروش بمبادرات فرديه ولا بمبادره ديال شي واحد مجموعه ولا جمعيه ولا شي حاجه. داكشي عاده تدخل فيه الدول، مثلا الدول الاوروبيه، فرنسا، اسبانيا، الطاليان، هذا كلهم عندهم واحد الهيئات اللي هما فعلا تعتبروا ان اللغه واحد الجزء من الهويه، وتلقى عندهم مؤسسات في وسط البلاد اللي عندها علاقه بهذيك اللغات. مثلا فرنسا راه عندها مؤسسات ديال اللغه الفرنسويه، فيما تخرج شي كلمه جديده تتلقاهم سميتو تيخرجوها، وبديك المؤسسات ديالهم والهيئات ديالهم. في كندا فين نتايا مونريال راه عندهم واحد الهيئه كبيره، هما اصلا كفس هما تيخرجوا كلمات اكثر من فرنسا، حيت ما تيتحملوش مع اللي تيهضروا بالانجليزيه، تلقاهم تيخرجوا الكلمات اكثر بالفرنساويه. هما بالنسبه لهم ده مكون مهم. حنا في المغرب ما عندناش ماشي ما غتكونش هي الاولويه. حنا عندنا مشاكل في الصحه، مشاكل في التعليم، مشاكل في القضاء. غادي تجي عند شي واحد تقول له ديروا لنا هيئه ديال اللغه الدارجه وعطيوها الملايير ديال الدرهم، غيضحك عليك، فهمتي؟ ماشي هي الاولويه. فداك الشيء علاش كتلقى انه هادشي كيكون مبادرات فرديه في المغرب، لانه الناس اللي مهتمين بهذا الشيء تلقاه عايش في حياته مرتاح، الحمد لله الاساسيات ديالو موفره. داك الشيء علاش تركز على المسائل اللغويه اللي هي بطبيعه الحال مساله مهمه، ولكن ما خصناش نتوقعوا انه غادي تكون شي حاجه ديال المأسسه ولا سميتو قريبا. انما الخدمه هي الا شي واحد مهتم بالدارجه يخدم عليها راسو. مثلا كاين واحد السيد سميتو فاروق مراكشي، تا هو تيكتب في ويكيبيديا بالدارجه، راه كتب واحد العدد الكتبه بالدارجه. كاين واحد السيد سميتو مراد العالمي، تا هو معروف ساكن في المانيا، كتب كتبه بالدارجه. هادو هما المبادرات اللي تيكونوا، وما كنظنش انه خص تسنى زعما شي حاجه، شي مؤسسه ولا شي هيئه اللي غدير لك شي حاجه، لانه ماشي اولويه حاليا في السياق اللي كاين فيه المغرب. الا جيتي تشوف مثلا فرنسا عندهم واحد القانون تدار في 1994 سميتو قانون طوبون، واحد الوزير سميتو بالفرنسي لوا طوبون. تيقول لك اي حاجه تدارت فرنساويه بفرنسا الا دارت ماشي بالفرنساويه غادي تكون عليها عقوبات. حنا في المغرب كتلقى فهمتي اللي مصيفطين لك فاكتور بالفرنسي واش لغه رسميه؟ فهمتي؟ حنا عندنا واحد الوضعيه واحده اخرى، باقي حنا هادشي ديال اللغات باقي بعيد. عندك شي حوايج شاطوا من الاستعمار، مع شي حوايج عندهم علاقه بعقد ثقافيه ديال انه الناس تيشوفوا العربيه لغه ديال التخلف، مع انه اللي تيشوفوا الفرنسي لغه ديال التقدم. فهمتي؟ داكشي كله تيتخلط، خذوا وخلطوا، صعيب باش انك تحلو ببساطه. المهم اسمح لي انا خرجت على الموضوع، عرفتك باش تهضر على زعما الدارجه. حنا ما غاديينش في هاد الطريق هذه ديال انا كيبان لي ان حنا غاديين في بزاف ديال الطرقان. اللي تيهضر مع ولادو غير بالفرنسي، واش هذاك تيطور الدارجه؟ راه كاين بزاف د الناس تيهضروا مع ولادهم ما بالفرنسي، ما غيطورش الدارجه داك ما وي بون. هذا هو. فهمتي؟ دابا كاين بزاف ديال الناس وبزاف ديال الطرق ديال التفكير، ماشي ما كاينش شي حاجه موحده. كاين الناس اللي تيشجعوا الدارجه تكون مكتوبه، كاين الناس اللي تيشجعوا انه تكون الترجمه بالدارجه، كاين الناس اللي تيحاربوا هذا الشيء وتيقول لك الدارجه ضد العربيه الفصحى، كاين الناس اللي تيهضروا غير بالفرنسي خارجين من ديكونيكتي من هذا الشيء، كاين اللي تيجيب كاين اللي تيجيب شي وحدين يخدموا عنده في الديور تيهضروا من الفلبين باش يهضروا مع اولادهم بالانجليزيه، هذوك في واحد الكوكب واحد اخر. عندنا بزاف ديال كاين هاد الكواكب في البلانات. كاين شي ناس تيجيبوا وحدين من الفلبين ولا من تايلاند ولا من اندونيسيا وتيهضروا مع اولادهم بالونجلي. فهمتي؟ المغرب ماشي دوله فيها نوع واحد الناس، المغرب دوله فيها بزاف ديال الدول، فيها كواكب كاع. وكاين شي وحدين عايشين في شي، تيكون تلقى عايش في واحد القوقعه وما عارف شنو كاين في القواقع الاخرين، كيسحب له كلشي في المغرب زوين، وهذاك اللي عايش في بلاصه خايبه تيسحب له كلشي خايب. فهمتي؟ دابا ما عندناش داكشي متجانس، كاين فوارق شاسعه بزاف. المهم اوكي. المهم اسمح لي خرجت على الموضوع، ولكن ناحيه اللغه مرتبطه لا بزاف جبت. بالمكون الاجتماعي. اللغه مرتبطه داكشي علاش قلت لك كاين التراتبيه اللغويه عندها علاقه بالمستوى الاجتماعي، وهذه معروفه في المغرب. لا بون انا كيبان لي زعما واحد الوقيته ما عرفتش يقدر هادشي يكون طوباوي وزعما واحد الوقيته تقدر ديك العربيه اللي كيقراو في المدرسه تكون هي زعما اللغه باش كنهضروا حنايا، وتكون مكتوبه نيت و سميتو. وفي زعما في داك الكورسوس ديالك وانت كتقرا في ابتدائي عاده تولي تقرا اللغه العربيه. زعما كتجيني القضيه هذه زعما لوجيك الا دارت. انا من هذه الناحيه انا متفق معك مليون في المية. انا ما غاديش نقول العكس ديالك، وهادشي اللي تتقول ماشي طوباوي. انا اللي بغيت نقول هو انه هادشي غيوقع من هنا 100 عام ولا 200 عام، ما غيوقعش من هنا 10 سنين ولا 20 عام. ولكن انا 100 الفكره عام معك كاع
ولانه المسائل غدا بشويه، ولانه فهمتي كما قلت لك الاوضاع دابا كل بلاد عندها الاوضاع ديالها، والمغرب ماشي هادو هما الاولويات ديالو حاليا على حسب انا اللي كنشوف، زعما على حسب ما عشت في المغرب وشفت، تيبان لي هذه ماشي هي الاولويه الحاليه. وانا انا بطبيعه الحال باغي الناس يتعلموا، وباغي يتعلموا باللغه الام ديالهم، ولكن انا ما تنقولكش انا شنو تنظن انه انا بغيتو يكون. انا تنقول لك انا شنو التوقع ديالي اللي غادي يكون، ماشي داكشي اللي انا باغي. اوكي. ولكن أم، انا متفق معك، هادشي غادي يكون في واحد الوقت، لانه الصيروره ديال اللغات راه ديما هكا. بحال دابا اللغه اللاتينيه اللي كانت شحال هادي راه كانوا تيكتبوا بها الكتوبه. بحال دابا اللغه اللاتينيه اللي كانت في اوروبا راه كانت هي اللغه اللي كيكتبوا بها الكتوبه. كاع العلماء، نيوتن راه كان كيكتب باللاتينيه، ديكارت كان كيكتب باللاتينيه، مم. بزاف ديال العلماء هذا كانوا تيكتبوا باللاتينيه. وكان اللي تيهضر بهذيك اللي كتسمى اللهجات. الفرنساوي ديك الساعه كانت لهجه، نقدروا نقولوا الفرنساوي كانت هي الدارجه ديك الوقت، ولا السبليونيه ولا البرتغاليه الى اخره، كانوا لهجات. ولكن داكشي راه خدا بزاف د الوقت. داكشي علاش قلت لك غادي ياخذ واحد 100 عام ولا شي حاجه، ما بين غير الوقت اللي انت كتوعى بهذا الشيء وانك تبدا تنتج به ولا سميتو. لانه دابا الناس ما غيبغيوش ينتجوا بالدارجه، قلت لك ما كاينش الكلمات، مم. وخاص واحد الجيل كامل غير باش ينتج لك هذوك الكلمات. وعاد ملي غيتنتجوا عاد خاص جيل واحد اخر غير غيعطي قيمه للدارجه، لانه دابا الدارجه ما عندهاش قيمه. كاين اللي كيسميها لغه الزنقه، كاين اللي كيسميها لغه ما عندهاش لا اساس لا راس. باش انك تبدل هذه الافكار خصك الوقت بزاف. سميتوها لغة الزنقة وقلت حشومة تعبر بها. هذا هو استشهاد المشكل. من هوبا هوبا سبيريت. بزاف ديال الناس عندهم هذه الفكره هذه. ولكن شوف دابا هذاك اللي تيقول لك الدارجه لغه الزنقه، نقدر نقول له انا الدارجه اللغه ديال الدار. فهمتي؟ هو مم. اللي تيشوفها اللغه الزنقه، انا تنشوفها هو تيهضر بها في الزنقه، انا تنهضر بها في الدار. يعني كل واحد المستوى اللي تيشوف الدارجه. الا هو بالنسبه له الدارجه هي المعيور، هذاك راه الدارجه ديالو. الدارجه ديالي ما فيهاش المعيور، الدارجه ديالي فيها داكشي اللي تنقول في الدار، وداكشي اللي مم. تنهضر معاك دابا. المهم هادشي يقدر كما قلت ياخذ الوقت. غير هو اللي لاحظ زعما مم. ولا بزاف ديال الكونتوني بالدارجه في الانترنت، في الويب. مم. وكاين حتى بحال زعما بنادم اللي كيكتب بالدارجه ولا كيدير بها شي محتوى ولا شي حاجه مابقاش كيتشاف بحال شي بحال شي فضائي. زعما بحال ديك الوقيته اللي كانت نيشان بانت زعما كانوا الا عقلتي مم. كانوا كيكتبوا بالدارجه كانوا كيبانوا بحال زعما كان داكشي كيبان فريمون كان كيبان مارجينال. مم. ولا ولا تطبيع جوستومون مع مع الدارجه تطبع مع الدارجه مزيان، زوين هذا تطبيع زوين. والواحد يتطبع مع راسو راه حاجه مزيانه، واش تبغي تطبع مع راسك؟ كاين غير الطبايع وي الواحد يطبع مع راسو بعدا عاد يطبع مع الاخرين. يطبع مع راسو، هي اللغه ديالو اللي تيهضر يتصالح معاها. وكنفكروا باللي في زعما في الطاليان في القرن أمم. 13 كان دونك اول واحد كتب باللغه الايطاليه وكانت طنطي مم. انا وحنا عندنا متفق معك بنادم ديجا كتب بالدارجه فهمتي دونك ملعبه. اه مم. وداكشي علاش انا بغيت نقول واحد النقطه مهمه، هي انه الناس اللي بصح مهتمين بالدارجه وباغيين يطوروها خصهم يكونوا من الناس الاولى اللي كنخرطوا في هذه المشاريع. علاش؟ لانه دابا الدارجه الا بصح جا اي واحد من هبه ودب كما كيقولوا بالعربيه الفصحى وغيجي يبدا يكتب فيها، ديك الساعه غادي يجيو ناس اخرين يقول لك شوف الدارجه لغه الزنقه ودارجه لغه خايبه وداك الشيء. فالا شي واحد هو بصح عزيز عليه الدارجه وتعتبر راسو تهضر واحد الدارجه اللي زوينه ولا عنده شي كلمات زوينين ولا هذاك، خصو ينخرط ويبدا يكتب داك الشيء. ماشي اللي توقع دابا شنو هي، تيشوف مثلا شي واحد تكون غادي في الزنقه تيبانوا ديك الاشهارات الكبار فيهم شي مم. دارجه لا علاقه مكتوبه مثلا بالحروف اللاتينيه وداك الشيء مرون هذاك، وتيقول لك يخ هادشي تخربيق وشوف الدارجه كي دايره وهذاك. ولكن انا بالنسبه لي ما عنديش مشكل تكتب كيعجبني فاش كتكون مكتوبه انا ما بالحروف. تنهضرش على راسي، انا تنعطيك الافكار اللي تنسمع. يعني مثلا تلقى شي واحد تيقول لك وشوف هذا الاشهار هذا كيفاش مكتوب وتخربيق وهذا وسميتو، وشنو تيخليه انه ما تيبقاش هو عاجبه الدارجه. انا في نظري هذا مشكل، ما خصكش تشوفها بحال هكا. خصك تشوف انه نتايا عندك شي واحد تيكتب الدارجه بهذيك الطريقه ياك. الا انت هذاك الواحد تيكتب الدارجه بهذيك الطريقه ما عجبكش، ماشي خصك انت تخويلو الملعب، ما تخويلوش مم. التيران هو بوحدو بالدارجه. سير انت كتب هذيك الدارجه اللي انت باغي وتزاحم معاه. والا كنتو نتوما بزاف راه نتوما اللي غتفرضوا الدارجه ديالكم. لان هذا واحد المشكل كبير ديال الناس. مثلا تيقول لك ايوا حنايا تنشوفوا انه الدارجه مثلا السيطره ديال واحد المناطق ولا شي حاجه. الا بانت لك انت كاين السيطره ديال واحد المناطق
سير انت المنطقه ديالك، هضر بالدارجه ديالها ونشرها في الانترنت وغتعرف. اما انت تبقى مقوقع على راسك وتتشكى، كيفاش بغيتي انت تعرف الدارجه ديالك ولا النظره ديالك للدارجه ولا الافكار ديالك؟ هذا في نظري مشكل، لانه علاش الانسان تيتشكى بسهوله، ولكن انك تخدم حاجه اخرى. وهذه القضيه هذه عندها علاقه بزاف بالفكره ديال ويكيبيديا. دابا ويكيبيديا كتشوف داكشي مكتوب فيها، بزاف ديال الناس تيجي تلقى شي خطا في ويكيبيديا ماشي تصحو، تيجي تيدير سكرين شوت وتمشي لتويتر ولا الفيسبوك ويبقى يضحك عليك، شوفوا ويكيبيديا دايره توكسيسيتي اي. ولكن صراحه. هو ممكن انه يمشي ما عندهاش ويصححها. ترجمه بالتاريخ. مسموم، شويه. السم هو السم. لا ما كتجينيش انا هذه الترجمه. وتوكسيك هي مسموم. نخرجوا كلمه جديده ياك حنا خاص البحث. تبع حيت توكسيك هي غير توكسيك. نافع. دار دار بالصحه. دار ماشي دارجه عاوتاني. فطريات فطريات طريات. فقيع. فطريات هو بالدارجه هو الفقيع. هو الفكاع. احنا نديرو بودكاست دارجي حقيقي، هذا نفتخروا بهاد كرونيك بالدارجه دابا يخرج دارجي. والله يا ودي. مرحبا. كما ديما. كنت باغي نقول لك قبيله ويكيميديا سميتو ان جي او هي زعما هي ان جي او فاونديشن. ويكيميديا المقر ديالها كاين في سان فرانسيسكو في الميريكان. ولكن عندهم بزاف ديال الفروع اللي كيساندوهم في بزاف د البلدان. حنا اسسنا فرع في المغرب، ولكن الفرع ديالنا في المغرب حنا غير متطوعين، حنا ماشي ستاف، يعني حنا ما خدامينش. كاين بلدان اخرى اللي فيها ستاف يعني موظفين، خاصه البلدان ديال اوروبا والبلدان ديال امريكا، يعني هذوك عندهم الناس اللي هذيك هي خدمتهم، ماشي يكتبوا في ويكيبيديا. انا عاود ناكد على هذا، كتابه في ويكيبيديا ما تتخلصش عليها، لانك خصك ديرها فابور حيت انت محايد. الا تخلصتي ما كتبقاش، كتولي متحيز. فهذاك الستاف عاده شنو كيديروا؟ كينظموا مؤتمرات، كيديروا انشطه، كيخدموا على يديروا اشهار لويكيبيديا شي حوايج بحال هكا، ولكن ما تيكتبوش على الاقل في ذاك الوقت اللي تتخلصوا فيه، ما تيكتبوش فيه. والمقر ديال المؤسسه كاين في ولكن في الاستراتيجيه اللي درنا د 2030 حنا باغيين نبدلوا بزاف د الحوايج. باغيين نديروا لا مركزيه مثلا، نديروا ديسنتراليزيشن، انه المؤسسه ما تبقاش غير في امريكان، تولي في بزاف د البلدان اخرى. باغيين نخدموا على انه نطوروها تكنولوجيا يولي فيها الذكاء الصناعي. المهم بزاف د الحوايج اللي خدمنا عليهم في الاستراتيجيه اللي باقي اللي زوينين وحنا باقيين خدامين عليهم. واخا انا ما بقيتش خدام في هذاك المنصب اللي انا فيه، عندي واحد المنصب واحد اخر متطوع، ولكن باقي خدام معاهم. راه هو هذاك الاجتماع اللي درت عليه اليوم راه كان عندي معاهم اللي فيه 4 السوايع ديال الاستراتيجيه. المهم الله يكمل بخير. وكنوصلني ولا اللهم كيطلع امين. لي واحد البلان بزاف مؤخرا ديال ويكيميديا كيطلبوا التبرعات، اي هي وعطيتهم تبرعت ب$3 لا منا على الثقافه. سيدي بارك الله فيك، راه هادشي اللي تيخلي المؤسسات محايده بحال هاد ونشوف التبرعات وهاد القيمه هادي. نديرها سميتو، ما مازال كنفكر واش نديرها شهريا ولا لا. المهم ماشي شي صعيب. ودابا شوف النموذج ديال ويكيبيديا ملي تاسس في الاول، وحتى المؤسسه ديال ويكيميديا كان هو انه يديروا واحد الموسوعه، وديك الموسوعه تكون مستقله ومحايده. دابا باش غادي تكون عندك موسوعه مستقله ومحايده، عندك واحد العدد المصاريف ضروري خصك تخلصهم. عندك الخوادم هما السيرفرز، الخوادم خصك تخلصهم. عندك واحد العدد الموظفين خصهم يتخلصوا اللي كيديروا بزاف د الحوايج. واحد العدد ديال المؤتمرات ولا ديال الانشطه اللي تكونوا كل عام. اذا هما خصهم يجيبوا الفلوس من شي بلاصه، ما غاديش يقدروا يجيبوا الفلوس من الحكومات، وما غاديش يقدروا يجيبوا الفلوس من الاشهار، لانه الا داروا داكشي غادي يوليو متحيزين، بغاو ولا كرهوا. داكشي تيولي ما تتبقاش محايد، لانه لا جبتي لا درتي الاشهار غتولي انت تفتح ويكيبيديا تيبان لك اشهار ديال شي شركه ديال التصبين ولا شركه ديال الماكله ولا شي حاجه، ما فهمتي. ما تبقاش الحياديه تما. هذيك المقاله ديال هذيك الشركه اللي انت داير على الاشهار غتولي ضروري تكون زوينه، حيت الا كانت خايبه دوك المستشارين غيحيدوا الاشهار. يعني الا انت ارتبطتي بحال هذه المسائل ولا ارتبطتي بالدول كل دوله عندها مصلحه ديالها، ودوله ضد الدوله غتبقى تحرشك تقول لك كتب ضد الاخرى هذا فهمتي غيوقع مشكل كبير. فهما باش ملي فكروا في الاول في 2003 كيفاش غيجيبوا الفلوس، فكروا انهم خصهم الطريقه الوحيده هي الناس اللي مهتمين بالثقافه الحره وبان العلم يكون فابور هما اللي غادي يساهموا ماديا. وهذا الشيء خدام مزيان بزاف في اوروبا وفي امريكا. وصراحه ماشي غير الناس اللي تعطوا واحد العدد الفلوس
يعني كمساهمه ماديه بسيطه هما اللي تحركوا ويكيميديا ولا ويكيبيديا، وانما عاده تكونوا ديك الناس اللي عندهم بزاف د الفلوس وتعطيو شي فلوس صحيحه، بحال دابا دوك اللي كيتسموا فيلانتروبيك، يعني ديك الناس اللي عندهم حب للانسانيه وباغيين يعطيو فلوس. كتلقى شي واحد ملياردير وعنده بزاف د الفلوس وما عارفش شنو غيدير بهم وعايش الحياه وداكشي، شي نهار تيجيو تيقول لهم اوكي عطاو 10 مليون دولار للويكيميديا فاونديشن، ولكن الفلوس راه تيدوزوا بهم شحال ديال الوقت باش يخلصوا الموظفين ديالهم وشحال من حاجه اخرى. ولكن هذه الفكره هي ان ديك النموذج كيستند على انه الناس خصهم يعطيو الفلوس باش تبقى ويكيميديا حيه، باش تبقى محايده، لانه الا الناس ما عطاوش الفلوس الا ما بقاتش حيه غادي تكون ضروري ان ويكيبيديا اما غيولي فيها الاشهار ولا غتولي شي دول تتساهم فيها وما غاديش تبقى محايده، وغادي داكشي كله غيتضرب في الزيرو ديال الحياديه. امم العموم المهم الناس اللي كيسمعوا الى بقيتو زعما الى كنتو المهم الى كانوا شاطين عليكم شي الفلوس عطيوهم مثلا ويكيبيديا، زعما غالبا كيكون عندكم نتفليكس ولا شي حاجه كتعطيو 10 دولار في الشهر زعما فيها باس هو تعطيو سي حتى الياس الويكيبيديا. هو سي الياس في الحقيقه انا بعدا كمغربي كيجيني انه مزيان بطبيعه الحال المغاربه يعطيو الفلوس للويكيبيديا الا بغاو الا قدروا، ولكن انا بعدا كيجيني كمغربي اهم انه المغاربه يعطيو المعلومات للويكيميديا، لانه كاين واحد النقص كبير على المعلومات اللي عندها علاقه بالمغرب ولا افريقيا ولا بزاف ديال الدول. ملي لمن كتقارن استطاع اليه مثلا سبيلا. لمن استطاع اليه سبيلا، يعني حنا ما تنطلبوش، انا شخصيا ما غاديش نطلب من شي واحد يعطي الفلوس، لانه الفلوس راك عارف فيهم بزاف التساؤلات وكيقول لك هاد الفلوس هذه فين تصرفات هذا سميتو، ماشي هو المشكل اللي تنهضروا عليه. تنهضروا مثلا عن انه كاين بزاف د الحوايج على المغرب ما موثقاش، يعني لا سميتو مآثير ولا شي مدن ولا كاين معلومات ناقصه بزاف د اللغات. فإلا شي واحد عنده واحد المعلومه وتعرفها بواحد اللغه يمشي لويكيبيديا ويبرك على ديك البوطونه ديال عدل ولا ايديت ويعطي ديك المعلومه. انا شخصيا بالنسبه لي هذا الشيء احسن من انه يعطي الفلوس، هذا شخصيا، مثلا لانه الناس العالم كله غيولوا تعرفوا شي حاجه جديده على المغرب ولا على ديك المدينه ولا على ديك الانسان الى اخره. المهم كتبوا ولا اللي بان لكم كتبوا وساهموا بالفلوس ديك وصوروا الفلوس كتجيني التصاور بحال وابلوديو الكفاره. ديالهم. اي لا شنو سميتها الاخرى ديال الكفار، جيزيه. هذاك عتق رقبه. اه المهم بلا ما اي نمشيو في حاجه هادشي. صورت تصويره ابلودي اوديو كلشي مزيان، زعما اي حاجه بغى الواحد يساهم فيها الناس مرحبا، لانك في الاخير كتفيد العالم كله، العالم كيستافد من هذيك المعلومه. ونزيدكم واحد المعلومه مهمه، هي ان ويكيبيديا عندها اتفاقيه مع جوجل، فاي حاجه تكتبها بلاتي ماركاو الرياض سمح لي داكشي علاش كاين الصداع. قلت لك اول سميتو اول نتيجه كتخرج في جوجل هي النتيجه ديال ويكيبيديا، حيت جوجل عندها اتفاقيه مع ويكيبيديا. فهذه حاجه مهمه، وهذه عاده كتحمس بزاف الناس باش يكتبوا في ويكيبيديا، حيت كيولي عارف انه الا كتب شي حاجه غتبان هي الاولى في جوجل وغادي يقراوها بزاف ديال الناس. المهم هذه باش تيزر باش الناس اللي بغاو يكتبوا في ويكيبيديا يعرفوا انه راه الملايين غيقراو داكشي، احسن من انك تكتبها في جريده ولا شي حاجه كاع. وكان عندها واحد الملاحظه المهم تفضل. قريت واحد شويه. المهم انا في الصفحه ديال الاولى ديال ويكيبيديا مرحبا بك في ويكيبيديا داكشي ديال الدارجه. في شي بلانات كيبان ليا بحال دابا الكتابه بعيده بزاف على اللغه العربيه. ما عرفتش واش بحال دابا حره مكتوبه بحوره زعما واش. المهم انا اللي الدارجه اللغه الام ديالي كتبان لي ما كنفهمش شنو بغيت تقال. دابا انت الدارجه اللغه الام ديالك، ولكن انت ما عمرك ما كتبتي الدارجه بحال لا الامازيغيه. فاش كنكتب الدارجه كان اللي الكلمات اللي كاينين في اللغه العربيه كنكتبهم بحال في اللغه العربيه. لا ما فهمتينيش. اللي بغيت نقول هو انه انت ما قريتيش مثلا الدارجه في المدرسه وشي قواعد ديال الدارجه، انما انت كتبتي بالدارجه. وهاد الناس اللي في ويكيبيديا حتى هما تيديروا نفس الحاجه، يعني كل واحد تكتب بالطريقه اللي كتبان له مناسبه ولا اللي مسلكها. فانه هي اللغه الام ديالنا ما تعنيش انه حنايا غادي نقدروا نقرروا كيفاش نكتبوها. ما تنظرش عليك ولا عليا ولا على الناس اللي تكتبوا في ويكيبيديا. وداك الشيء علاش تنقول لك انه في واحد الوقت خاص التدخل ديال المؤسسات،
لانه باش انك دير اللي كيتسمى بالمعياره، المعياره هو ستاندارديزيشن، باش داكشي يولي ستاندار غيخص واحد الحاجه اللي فوق من الافراد، لانه غادي سينو غادي كل واحد عنده واحد الطريقه باش تكتب بها. فهاد الملاحظه ديالك هي في محلها، ولكن هذاك السيد اللي هو كتب الحره حتى هو غتلقى عنده شي، ماشي انا غتلقى حتى هو عنده شي افكار ديال غيقول لك ودي انا الدارجه كما داكشي تنطقو تنكتبو، ما بغيتش نكتب بحال العربيه الفصحى. فانت عندك الصح وهو عنده الصح، ولكن خصنا شي حاجه اللي غادي تعطينا قرار كيفاش غنبداو نكتبوا. فما حد ما كاينش واحد المؤسسه ولا واحد الهيئه اللي هي على المستوى ديال المغرب كامل اللي غادي تقرر. تتبقى ويكيبيديا هي احسن حاجه كاينه، لان ويكيبيديا فيها واحد الفضاءات ديال النقاش، كل صفحه كتلقى فيها صفحه النقاش تولك بيج، راه كاينه الفوق، كاينه الفوق مكتوبه اقرا وحدها نقاش، وهذاك النقاش كيتناقشوا فيه بحال هاد المسائل. فانا اي واحد عنده ملاحظه على هادشي كندعوه انه يناقش هادشي. وكما باش نعاود نشرح، ماشي انا هو اللي كاتب داكشي ولا ماشي انا بوحدي اللي كاتب داكشي، كاين بزاف الناس تيكتبوا داكشي وكل واحد عنده المنظور ديالو. وحنايا اختارينا اننا ما نكونوش اقصائيين، اختارينا انه اللي بغى يكتب بشي طريقه يكتب بها، غير المهم يكون داكشي دارجه ويكون مفهوم. فكاين الناس دابا الا مشيتي لويكيبيديا بالدارجه غتلقى كاين اللي كاتب ديك الحره بالواو والراء والهمزه، وكاين غتلقى مقالات واحده اخرين كاتبين الحره بحال العربيه الحرات. وتا واحد ما تتقول له انت مزيان وتا واحد ما تتقول له انت خايب. علاش؟ حيت حنا ما عندناش الحق نقرروا، ولكن حنا عارفين انه واحد الوقت خاصو يدار قرار، ولكن حنا ما باغيينش نتحمل المسؤوليه هذا القرار، لانه هذا قرار كيهم بزاف ديال الناس في المغرب، وحنا ما مخولش لينا باش نديروا هذا القرار. حنا موفرين واحد البلاصه باش شي واحد بغى يكتب بالدارجه يكتب فيها، بحال فيسبوك. دابا عرفتي بحالاش؟ بحال جيت عندك انت موظف خدام فيسبوك، ونجيو نقول لك وعلاش هذاك شي واحد مغربي ساكن في القنيطره كتب الحره بالواو والراء. ماشي نتايا، هو واحد المغربي كتب هكاك. الا انت بغيتيه ما يكتبهاش هكاك، خاص المغرب يدير قاعده ويقول لك الدارجه الحره نكتبوها بحال العربيه الفصحى، ديك الساعه كاع المغاربه غيوليو تكتبوا هكاك. اما الا ما كاينش قواعد، راه كل واحد عنده الحق يكتب كما بغى، وما عندكش الحق انت تلومو، لانه هو تيشوفها هكاك وانت عاوتاني انت تشوفها بطريقه اخرى وانا تنشوفها بطريقه اخرى وتنبقاو غاديين. فالمشكله هي انه الى حنايا خدينا واحد الاتجاه معين وقلنا اوكي غنكتبوا بحال العربيه الفصحى، راه غادي يكون اقصائي، لانه بزاف الناس ما متفقينش. وعاوتاني الا درنا العكس، الا جينا قلنا ناخذوا اتجاه ديال انه حنايا غنكتبوا كل شيء بعيد على العربيه الفصحى ونبقاو نزيدوا الياء والواو وداك الشيء غير باش نبعدوا في كل مره، حتى هو اقصائي. فاحنا اللي تنقولوا كل واحد يكتب كما بغى. باش هادشي ينجح شنو اللي خاص بزاف ديال الناس يكتبوا ويكون عندهم افكار مختلفه. يكونوا الناس اللي باغيين يكتبوا بحال العربيه الفصحى، يكونوا الناس اللي باغيين يكتبوا دارجه بالطريقه ديالهم الخاصه، يكونوا الناس من مراكش، يكونوا الناس من وجده، يكونوا الناس من طنجه، يكونوا من كاع المدن. وفيما كانوا الناس بزاف فيما غنقربوا اننا نكونفيرجيو، فيما كانوا الناس قلال فيما غيبقى داكشي مرون، لانه هذوك جوج الناس ولا ثلاثه اللي تيكتبوا غيبقاو يكتبوا بالطريقه ديالهم والاخرين يبقاو غير تنتقدوا. فهذا هو المشكل اللي كاين. حنا باغيين نخليو داكشي محلول على ما يجيو بزاف د الناس، ففيما غيجيو الناس كثر فيما غادي داكشي غيولي الجوده ديالو حسن. وهذه هي ويكيبيديا. داكشي علاش ويكيبيديا بالانجليزيه هي احسن نسخه، حيت هي اللي فيها اكبر عدد الناس تيكتبوا والباك جراوند ديالهم مختلف، تيدابزوا بزاف، وديك المدابزه صحيه. فيما تيدابزوا الناس فيما تيكونوا اصلاحات، فيما تيكون العكس عاوتاني، فيما تيكون الناس قلال وتيكون النفاق ديال واحد تيقول الاخر انت زوين انت عزيز عليا انت داكشي، فيما ما عمره ما غيكون المشكل، وفيما ما عمره ما غيكون نقاشات ديال العمق ديال كيفاش غنكتبوا هذه كيفاش نديروا هذه، حيت كل واحد يبقى يكذب على الاخر يقول له انت زوين انت عزيز عليا وما عمرك ما غادي تتقدم. ففيما تيكثروا الناس وتيكثروا المشاكل فيما غادي يتحلوا ديك المشاكل وفيما غادي تولي المعياره ديال بصح. المهم المعياره ماشي خدمه ديال ويكيبيديا تماما. هادشي اللي بغيت نقول لك. داكشي علاش عطيتك المثال ديال فيسبوك، اللي المغاربه اللي خدامين في الفيسبوك وما تيجي عندهم حتى واحد تيقول لهم علاش هذاك المغربي اللي كتب بحال هكا ولا الاخر، راه بحالنا بحالو. سي بون حنا غير تنوفروا بلاصه باش انه الناس يكتبوا بالدارجه. اوكي. دابا نهضروا على اكاديميه الفهريه الا بغيتي. اييه داكشي قبيله ما تسجلش. المهم هي شان في يوتيوب كديروا تبسيط ديال اللعيبات وكديروا دي كور. انت كتكون مره على ما شفت ما عرفتش ما يوتيوب ما بقاش كيريكومونديها ليا، ما فهمتش علاش. ما بقاوش تيخرجوا حلقات جداد من الصيف. داو شي عطله عطله طويل. وحيت اكاديميه الفهريه اكاديميه بحال المدارس. دابا ولا عندهم ديستانسيال ديال الديستانس. عندهم ديستانس ديال الوقت ماشي ديستانس ديال المسافه. قلت لك اكاديميه الفهريه هي واحد الفكره اللي زوينه بزاف،
هذوك الناس اللي تيسيروها صراحه هما صحابي. انا ما كنتش كنعرفهم في الحقيقه من غير واحد السيد اللي هو السي احمد كنسلم عليه من هذا المنبر. الدراري الاخرين ما كنتش كنعرفهم، وحتى زعما دخلت معاهم الفيريه عاد ولاو زعما صحابي وتعرفت عليهم اكثر. علاش انا بغيت ندخل معاهم، حيت هما الفكره ديالهم نبيله، ديال انه نتقاسموا المعلومات على التكنولوجيا وعلى العلوم الحديثه وعلى الحواسيب وداك الشيء. فابور على اليوتيوب مع كاع الناس اللي مهتمين، يكونوا طلبه ولا خدامين ولا شي واحد غير باغي يستافد، كلشي مرحبا به. وهذه الفكره هذه قريبه بزاف من الفكره ديال ويكيبيديا، ديال انك تتوفر المعلومه فابور لاي واحد، وما كاين حتى شروط. ما كاينش شي واحد تقول له سير قرا ويكيبيديا ولكن من بعد عامين خصك تخلص ولا شي حاجه. فنفس الحاجه في اكاديميه الفهريه، وهما كيديروا بزاف ديال الدروس التقنيه اللي مفيده بزاف، خاصه للشباب اللي زعما باغيين يقلبوا على خدمه ولا شي حاجه. داكشي كينفعهم بزاف. انا كنت شاركت معاهم في واحد العدد الحلقات اللي سميتهم اجي تفلسف. هما حلقات كنا كنخدموا فيهم على ديك المسائل التقنيه، كنحاولوا نفوتوا التقنيه، يعني نبداو نتفلسفوا اكثر من الميدان التقني. مثلا الاخلاقيات ديال الذكاء الصناعي، شي مواضيع بحال هكا اللي هي صراحه زوينه وكتخليك تعرف انه راه الميدان التقني ما فيهش غير التقنيه. في الاول الحلقه هضرنا على داكشي ديال المهندس، حتى هذه راه حاجه مهمه بزاف، زعما ديال انه واخا انت خدام شي حاجه تقنيه راه ما كاينش فيها غير التقنيه، راه فيها الاخلاقيات، فيها بزاف د النقط اخرى. وصراحه الاكاديميه الفهريه داروا واحد القاعده البيانات اللي مهمه بزاف في المغرب، خاصه انا الدروس بالدارجه. يعني واخا كاع يكونوا هما حبسوا الدروس ديالهم دابا سالاو، راه عندهم ماشي واحد مشكل. العدد كبير ديال الفيديوهات وماشي مشكل، لانهم خرجوا بزاف ديال المنتوج، واي واحد غادي يشوف داكشي راه غيستافد بزاف. عندهم دروس على بيتون بالتفاصيل، عندهم دروس على عدد ديال لغات البرمجه، عندهم دروس على هادشي ديال اجي تفلسف، عندهم دروس على الدراسه في بزاف د البلدان في اوروبا ولا في الشينوا ولا شحال من حاجه اخرى. فداك الشيء راه مفيد بزاف. يعني اي واحد ما شافش اكاديميه فيري كنصحوا بزاف انه يمشي يقلب على واحد الفكره اللي فكره زوينه بزاف. يعني ما كرهناش نشوفوا افكار اكثر منها وفي العالم كله ماشي غير في المغرب. انت كنتي المترجم الرسمي ديال اكاديميه الفيريه. فين ما وحلو في شي بلاصه في شي حاجه كيسولوك ياك. سيدي يعني مازال ان شاء الله نقدروا نديروا معاهم شي دروس اخرى، خصنا غير نساليو هذه العطله ما عرفتش شحال غتبقى ونترجموا لهم هذاك الشيء كامل. صراحه راه داك الشيء تا هو هضرنا عليه من هضرنا على الدارجه، راه تتبين لك القوه ديال شي لغه. دابا فين شي لغه مستوره وقويه، فين ما كيكونوش الكلمات فيها بزاف. داكشي علاش الاساس اصلا ديال انك الا بغيت تقدم بواحد الامه هي تترجم داكشي اللغه ديالها. دابا ملي كانوا مثلا ملي كانت اللغه العربيه هي اللي مسيطره في العالم في الوقت ديال الاندلس وداكشي، راه بزاف ديال الاوروبيين كانوا ماشي تيتعلموا العربيه، تيتعلموا العربيه ولكن ماشي تيقرا بالعربيه، تيتعلم العربيه ومن بعد تيترجم داكشي من العربيه للغه ديالو باش الناس ديال البلاد ديالو تيستافدوا. مثلا حنايا مزيان نتعلموا الفرنساويه ونتعلموا الانجليزيه، ولكن الا وليت انت غير كتعلم الفرنساويه والانجليزيه وكتستهلك بهم، راه غادي تحرم بزاف ديال الناس اللي في المغرب ولا شي حاجه من داكشي. وسميتو ابن رشد هو اللي سميتو الفلسفه ديال الاغريق هو اللي قربها هو اللي للاوروبيين اييه تماما. بانوا مثقفين فراه داكشي شويه. كينتقل، ولكن الفكره هي ان القوه ديال اللغه مرتبطه بالمنتوجات ديالها. فملي كتلقى شي لغه مثلا انك تلقى صعيب باش انك تترجم والكلمات قلال وداكشي، كتعرف ان ديك اللغه راه خاصها شويه زعما مازال تقدم اكثر. المهم سميتو الا كانوا كيسمعوا فتبارك الله عليكم الله يبارك فيهم. الله يبارك فيهم. دعينا معاهم وجاوبنا الدعوه لهم، شكون بحالهم. هذا هو انا نجيب لك الجمهور الوفي. اكيد هو داكشي اللي كنت باغي نقول. ديما كتكون واحد الحاجه سميتو كان خصني نبقى نقيد. خذ راحتك، قيد وسجل يا تاريخ. ماشي كاملين تنشرفوا، راه كل دقيقه تنهضروا تنشرفوا فيها كامل. سميتو الا بغاو الا كانوا كيقلبوا على شي واحد قرا في اليابان اي اليابان. درت واحد الانترفيو مع حفصه الحلقه الاولى، حفصه رفقي. كيسمع بغي يعرف كيفاش يمشي لليابان. ودابا نهضروا على كسوكي فاكس. لا هذيك راه شين، هذيك راه بالصبليونيه، راه الاكس هي ماشي بالصبليونيه بالباسك. واقع لهم اللي كيديروا هذا البلان هذا بالصبليونيه لا واش كاستيانو. الا قلبتي في الصبليونيه الاكس هي الشاون مثلا، وقلب على الشاون، كتب الشاون باكس. واش الباسك هما اللي حتلوا الشاون؟
ولكن تقدر تكون شاون بشي لغه اخرى. لا، الحرف ديال اكس النطق اها ديالو بالصبليونيه هو ش. لا اييه، واش نقلب انا على ما قريت الشاون. الصبريونيه. ورت انا تنعرف الصبليونيه. المهم مش نقلب المهم نقلب مثلا على الشاون في جوجل وكتب اكس ا يو ان شاون، هكا تتنطق وراه بالصبليونيه. وعلاش؟ حيت اصلا علاش كاين اكس في الماط؟ اكس في الماط حيت في الوقت ديال الاندلس كانوا هما تيكتبوا الشيء. المهم راه تكون سامع القصه، تكون سمعتها شي 100 مره. تيكتبوا الشيء هو المجهول، زعما شي حاجه مجهول الانكوني لا ما فراسكش. الشيء. ملي جاو الاوروبيين ترجموها الاكس حيت اكس هي الشين. داكشي انا باش تنقول لك هادشي انا متاكد منه. داكشي علاش في الماط الاكس هو شي حاجه مجهوله، حيت في العربيه كانت هي الشين، والحرف ديال الشا او الترجمه ديالو كانت اكس عند الصبليون. المهم هذه علاش وكيفاش. باش نرجعوا للاكس. بقى شاد فيك على هذا علاكس وكيفاكس، حيت انا ماشي خذ راحتك. الراي دي. الراي الموضوع. ما كنفهمش القضيه ديال الشين خاص تكتب اكس، ولكن المهم الشماليين هما وحيت اللي كيديروها صراحه غالبا. اللهم واحد الصبليونيه عاد رجعنا نفس الموضوع. علاش الشماليين؟ حيت هما المهم اللي كانوا مستعمرهم اسبانيا. وعلاش هذه القضيه؟ لانه ساهل، احسن ما نكتب السي اش ماشي علاش جوج علاكس. حروف. داكشي علاش احسن ما تكتب السي اش باش تقول على اكس. دابا اللهم نقول على اكس باكس ولا على اكس بالسي اش. ياك سي با شات. المهم انا كنسمعو ديما المهم كان برافو عليك، كدير حلقه كل سيمانه. دابا داكشي خير فهم. وليت كندير كل 2 سيمانات حيت هذاك الشيء اللي شفت عندي مؤخرا. عندي تشغلت بزاف د الحوايج وما بغيتش نحبس الصراحه. تشغلت بزاف وقلت واش نحبس، ولكن قلت لا، ندير على الاقل كل 2 سيمانات احسن ما نحبس. ولكن مره في السيمانه بزاف وليت ديك هي التوجه سمان. داك الشيء صعب. المهم هذوك اللي زعما 2 سيمانات ولا سيمانه كتبقى مجهود خاص تحيي عليه. سيدي بارك الله فيك. المهم انا كل سبت الصباح كنسمع البودكاست الجديد فاش كنكون كنتقدى. دابا وليت كندير اون ليني، ما بقاش كاع خصني نلقى شي وقيته اخرى نخشي فيها البودكاست. المهم انا كيعجبني الصراحه. غير عندي واحد جوج المرات سمعت واحد البلان جاني فيه شويه نقول ماشي مشكل. قول زعما انا في راه الهدف سبيل ديالي هو نناقشوا. الهدف ديالي هو نناقشوا، والفيدباك. ماشي هو تقول لي انت زوين. الا قلت لي انت زوين نقول لك اوكي شنو ربحت. خاصنا شي حاجه البناءه في اطار الفيدباك وداك الشيء. هي واحد المره بان لي كاين شي مرات كيكون بحال حكم القيمه، بحال حكم القيمه. هادشي خطير عندك، زيد. انت قلتي هادو تعارف في الاول، قلتي كوم كوا راه هذه هي زعما الفكره الهدف. ديالي. زعما هو لكن علاش شي ندير مرات البودكاست هو كيكون التعاريف. المهم كما كان الحال عندك الحق تقول الراي ديالك، ولكن شي مرات ولكن ما عنديش الحق نقول ان هذا تعريف هو الراي ديالي، نتسمى غلط الناس. داكشي علاش بغيت نعرف شنو هو الحكم القيمه. كاين الفرق بين الراي وحكم القيمه. حكم القيمه هو فاش فهمتي هي كدير جوجمون. بحال دابا قلتي في الحلقه ديال الادمان كوم كوا الفراغ هو اللي كيخليك تمشي دير لا دروغ وداك الشيء، وان هذوك الناس اللي مساليين هما اللي بحال لا فهمتي. انا بعدا جاتني زعما ما كاين لاش ناخذوا هاد النظره ديال راه بنادم اللي مسالي هو اللي مسالي قبو هو اللي كيمشي يدير المخدرات وداك الشيء. جاتني فيها شويه ديال جوجمون دوك الناس. واخا نسولك ولا نخليك تقول نقط بجوج. الثانيه حتى هي شويه بحال هكا جاتني في الحلقه ديال المبادئ. قلتي كوم كوا بنادم كتلقى راسك شرفتي وما درتي والو في حياتك. هذه قلتها حيت ما عرفتش جاتني شنو زعما شنو خاصك تكون درتي زعما شنو علاش علاش خاصك تقول هاد الحاجه. انا غادي نجاوبك على النقاط بجوج. دابا بالنسبه للنقطه الاولى بغيت غير نسولك واش متاكد انني قلت الفراغ هو السبب ديال الادمان، ولا قلت الفراغ هو واحد من الاسباب الادمان؟ قلتي الفراغ هو واحد من الاسباب. وي اوكي. حيت انا متاكد ما غاديش نقول ان الفراغ السبب، لانه ولا قلتها راه غادي تكون حاجه خطيره. اما هو يقدر يكون واحد من الاسباب. زعما ما تعنيش انه اي واحد عنده الفراغ راه غيولي مدمن، ولكن
احتمال كاين عنده احتمال لانه الفراغ تيخليك انك تولي مدمن، ما تلقى ما يدار ومثلا تخيل انت عندك الفلوس وعايش وداك الشيء وعندك الوقت شايط بزاف وما عندك دير لا انشطه لا والو، شي واحد قال لك راه كاين واحد اللعبه واعره الا درتيها غتبقى تشوف الهلوسات والفراشات وداك الشيء، راه فهمتي يقدر يعجبك الحال. راه هادشي علاش كنهضر بحال قلتي ايه كت سميتو لا ولكن هو الفراغ تو عرفت كاش كنقول انه نعبر الفراغ عليها زوين. سميتو ما عرفتش كاش بحال عندك واحد النظره سميتو واحد البريجوجي على هذوك الناس زعما. لا انا عندي بريجوجي على الفراغ. الفراغ بالنسبه لي واحد حاجه خايبه، راه درت حلقه كلها على الوقت، يعني ديال ان الانسان ما خصوش يخلي الفراغ في حياته. ملي تنقول الفراغ ما تعنيش ما خصكش ترتاح ولا ما خصكش تنعس ولا ما خصكش تامل وتسير في الطبيعه ولا شي حاجه، تعني انه ما خصكش انت جالس وما عندكش ما عارف شنو باغي دير في حياتك وهو جالس ما تدير والو، لانه بحال هذا الشيء تيخليك عرضه اكثر لشي سميتو شي حوايج اللي غادي يقدروا يكونوا خايبين. فهمتي. اما انا الادمان بطبيعه الحال ما قلتلكش اي واحد مدمن راه هو شي واحد اللي كان جالس وقال وعرفتي شنو انا غنمشي نكمل شي حاجه باش نشوف الفراشات. لا كاين بزاف ديال الظروف، وكاين اللي مثلا شي اصدقاء السوء، كاين اللي مثلا ما عرفتش كل واحد وكيفاش. انا داكشي علاش بغيت ناكد على هذه القضيه ديال واش قلت انه سبب ولا واحد من الاسباب، لانه واحد من الاسباب ما تعنيش انه كاع الناس اللي عندهم فراغ راه داروا داكشي، وما تعنيش انه هو السبب الوحيد. ولكن اذا كان شي حكم القيمه زعما انا كنعتذر عليه، ما عنديش مشكل نعتذر زعما انا بالعكس. انا بزاف ديال الناس اللي مدمنين انا زعما ما كرهتش نعاونهم ولا شي حاجه، ما كاينش شي واحد اللي مدمن انا غادي نحقرو ولا غادي نقول له انت مدمن خايب ولا شي حاجه، ما عنديش هذه الفكره كاع في راسي. زعما الا شي واحد تقدر ولا بحال تفهمكم هكا كنعتذر. بحال انت عانيتي من الفراغ وانسان ما عندك ما يدار داك الشيء علاش وليتي فهمتي تقدر تفهم في هذا النطاق لا هذا. لا 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 لا, لا. انا غير هضرت بصفه عامه بحال كنحاول نتفلسف، زعما كنقول راه انا كنشوف بانه الفراغ يقدر يكون واحد العامل اللي خايب في الحياه الانسان. والمهم الا شي واحد فما غلطه كنعتذر. ولكن بالنسبه للنقطه الثانيه انا حيت قلت كان عندي مشكل مع الفراغ، ماشي انا شخصيا زعما فيا الفراغ، كان عندي المشكل ملي كنشوف الفراغ في الحياه شي واحد فهمتي حشومه، لانه كاين بزاف د الناس اللي ما عندهمش الوقت باش يحكوا، ماشي عندهمش وقت يحكوا راسهم، وتلقى شي واحد ما تيدير والو وعطاه غير ضيع الوقت والتخربيق. وملي تنقول تخربيق راه نعاود ناكد لك هذاك الشيء ديال انك تتفرج في نتفليكس ولا ترتاح ما تنعتبروش تخربيق، هذاك الشيء راه تستافد منه. تخربيق هو شي حوايج اللي انت بصح ما تدير والو، ما كاينش الانتاج، كاين الاستهلاك. فانا في نظري هذه القضيه علاش درتها، انا بغيت نكون شويه مستفز وبغيت نحمس المستمعين، واخا المستمعين قلال ولكن كنظن انهم غيكونوا يتحمسوا. يعني الفكره هي انه غالبا اللي غيكونوا تيسمعوا داك الشيء غيكونوا شباب، وشي واحد ملي تيكون شاب تيكون تيبني حياته، تيبغي يعرف الهدف من الحياه ديالو، واش بغي يوصل لشي نتيجه، ينجح في شي حاجه الى اخره. فماشي مزيان انه شي واحد يكون صغير وهو ما عارف شنو الهدف ديالو في الحياه. واخا يكون شي هدف، واخا يكون شي هدف ماشي حقيقي، واخا يكون تيحلم انه يربح النوبل ولا يدير شي حاجه اخرى، ولكن على الاقل تكون عنده شي فكره ويخدم باش يمشي لديك الفكره. فانا اللي كنت تنقول هو اللهم انت تكون صغير وتزعزع شويه وتقلب على هذا الهدف، على انك مثلا تكون جالس تدير واحد الخدمه ما عجبكش وحتى دير 50 عام وعاد تعرف شنو الهدف ديالك في الحياه، وتقضي عليك بزاف د الوقت وما بقاش عندك الجهد والصحه وداك الشيء اللي كانوا عندك ملي كنتي صغير. فانا بحال لا تنحاول نشجع الناس انهم يتحركوا ما حدهم صغار ويديروا شي قرارات اللي واخا تكون تتبان صادمه ولا غتقلب لك حياتك راسا على عقب، اللهم ديرهم انت صغير، على انك انت حتى تكون كبير وعندك مسؤوليه وعندك الدراري وما تقدر دير والو وتبقى تقول طفو ندمت انا كيف يكون رجع بيا الوقت. انا الوقت ما تيرجعش. فانا هذه الفكره اللي كنت باغي نقول، وتنزيد ناكد عليها انه راه الفراغ راه واحد الحاجه خايبه بزاف، لانه راه واحد الوقت غادي يولي وقتك عامر، غتولي عندك مسؤوليات، مثلا تولي عندك عائله، غتولي عندك خدمه مزيره، فهمتي، ما غتبقاش ديما عندك الفراغ. فاللهم هذاك الوقت عندك خاوي استغلوا دابا، حيت من بعد راه غتندم عليه بزاف، الوقت ما تيرجعش. وي متفق معك. هذا يرجع البودكاست ديال ديفلوبمون بيرسونيل. لا هذا ما باغيش انا ندير هادشي، انا باغي دائما نخلي لا ما كنهضرش على لا انت ديالك وحتى انت لانه هذا كيولي شويه خطير. زعما حاول ما تخليش البودكاست ديالك ديما يمشي لديك الناحيه. لا زعما اللي كنقول البنادم يدير تضحيات في حياته وداك الشيء ويكون عنده اوبجيكتيف، ولكن كيفاش نقول لك يستافد من سميتو المومون بريزون، حيت هو مهم يستافد منه بنادم بطبيعه الحال في المستقبل. تعيش اللحظه.
هذا ما كان زعما يدير شويه شويه، فهمت؟ يكون عندك ديما اوبجيكتيف حاطو قدامك وفي نفس الوقت ما تاخذوش او سيريو بزاف. هادشي اللي بغيت. تماما. غير الواحد يكون عنده واحد التوازن مزيان، يعيش هذيك اللحظه اللي هو فيها ويكون عنده واحد الهدف. وكما قلت لك راه الراحه وداك الشيء راه داخله في انك توصل للهدف ديالك. شتي الا عندك شي هدف وما ارتحيتيش، راه يا اما غادي تحبس ولا غادي تسطا ولا شي حاجه. فراه الراحه حتى هي داخله في انك توصل للاهداف ديالك. وهذه بزاف الناس ما تيفكروش فيها، ديال انك خصك تنعس مزيان، انك خصك الا عييتي نفسيا ولا عصبيا خصك ترتاح. خصك دائما تكون مرتاح في الجسم ديالك. هذا ما كان. وزعما شحال من واحد كنعرفوه زعما مشى زعما مات وهو صغير، وزعما كان كيدير لا بريسيون على راسو بزاف. دونك كونوا سميتو اعتادلوا داكشي. لا بصح خص الواحد يعتاد في هادشي، ما يزيرش راسو. كما كان حال داكشي اعلام بان ليا كتعتمد فيه بزاف. داكشي كيكون سبونطاني زعما كيفاش كتكتب الحلقات ديالك. دونك داكشي علاش كيخرج هادشي مره تماما. داكشي علاش تقدر تخرج شي حاجه اللي قريبه لشي راي، حيت واحد الوقت تنبقى وتنحاول ندوز نتفلسف، وشي مرات تقدر تفلت شي حاجه اللي تكون راي ولا هذاك. وانا في نظري هذه ماشي حاجه خايبه، لانه تماما يعني مثلا الا عطيت شي راي بحال هكا غيكون الهدف ديالي هو شي واحد يناقش معايا ويقول لي لا راه هادشي اللي قلتي غلط، اجي نناقشوا ولا هذاك، وهذا نخلقوا نقاشات. حاجه اخرى كانت عندي. المهم انا عارف انت الطريقه كيفاش كتصايب الحلقات ديالك كتكتبهم على ما فهمت، ومره كتامبروفيز. صراحه لا، تنكتب التعاريف وتنكتب الافكار الاساسيه ومن بعد تنبدا نسجل. ولكن التعاريف ديما تنكتبها. علاش؟ حيت ما يمكنليش ندير حلقه فيها التعريف غلط، غادي تكون الحلقه كلها غلطه وما عندها حتى افاده. فقول تندير واحد ساعتين ولا 3 سوايع ديال البحث حتى تنضبط انا براسي التعريف مزيان، عاد تنبدا نهضر. ولكن ما غاديش نكتب الحلقه كلها ونبقى نكتب 3 صفحات ولا شي حاجه على داكشي كله نهضر عليه. ما تنديرش هكا، غير تعاريف وشي نقط اساسيه تنكتبها في شي سطوره. اوكي. الحاجه اللي تقدر تبان ليا اللي تقدر تزيد زعما الجوده ديال البودكاست ديالك، زعما غير مره تقول اش من مراجع شتي شي حاجه مثلا. واخا هذا سؤال تطرح لي بزاف د المرات بصراحه، ماشي اول مره. كانوا جوج اسئله، هذا ديال المراجع وعلاش ما تجيبش الناس. علاش ما تنجيبش الناس؟ المهم انت ما سولتينيش، ولكن غير باش نجاوب، لانه ملي تجيب الناس تولي مرتبط بهم، وهذا ما غيخلينيش نخرج حلقه في السيمانه ولا حلقه كل 2 سيمانات، لان المواعيد تتبدل بزاف د الحوايج اخرى. دابا السؤال ديال المراجع، وما مش بالضروره تجيب كل زعما مش بودكاست ما كيعنيش انك بالضروره دير انترفيو زعما. وهي شنو الفكره؟ تقول لك جيب الناس، لانه الناس مثلا الا جبتي شي واحد خبير غيكون عنده مصداقيه اكثر منك انت اللي غير تهضر في كل شيء. المهم فهمت الفكره، هي فكره صحيحه، ولكن غادي تولي انت مرتبط بهذوك الناس وما تبقاش عندك الوتيره ديالك. بالنسبه للقضيه ديال المراجع هذه، راه انا فكرت فيها مزيان. زعما راه كنديرها بواحد الطريقه اراديه انه ما تنديرش المراجع. علاش؟ حيت تندير معلومات اللي هي بسيطه بزاف. يعني التعريف هو واحد الحاجه اللي بسيطه بزاف، ما غاديش تحتاج تقلب بزاف باش تشوف واش هو كذوب ولا حقيقه. التعريف ديال الحب علميا ولا التعريف ديال المهم بزاف ديال المواضيع. المراجع هي واحد الحاجه اللي الواحد كيبغي يتعمق في التعريف، ولا شي واحد اللي باغي يتاكد ان داك الشيء صحيح. انا بالنسبه للقضيه ديال تاكد ان داك الشيء صحيح كتجيني ما محتاجش نديرها، لانه داك الشيء بسيط. يعني تندير تعريف فريمون بسيط بزاف. وبالنسبه للتعمق انا ما تنبغيش الناس يتعمقوا في التعريف، انا تنبغيهم يمشيو ويتفلسفوا. وعلاش انا تندير هذا الشيء هكا؟ حيت انا الهدف ديالي هو ما خاص شي واحد يكون عنده الدكتوراه ولا شي واحد يكون باحث في الموضوع باش يهضر في عليه. يعني انا الهدف ديالي نحيد المراجع، نحيد الكتوبه، نحيد كل شيء، وغير من خلال تعريف واحد نعطيه للانسان نبين له انه يقدر يناقش شي موضوع. فانا راه بالعاني ما تنديرش المراجع، ماشي نسيتهم ولا معلومه ما كايناش ولا شي حاجه. حيت اللي بغى المراجع راه غيلقاهم، راه حاجه سهله ما صعيباش. انا باغي نبين للانسان انه راه تقدر من خلال فكره واحده ولا تعريف واحد تبدا تفلسف وتمشي بعيد وتفكر في شي افكار طويله بزاف وسميتو. المراجع هي مثلا الا جيت وقلت لك وراه الطاليان في 1516 كانوا فيها 6 مليون نسمه، هذه المعلومات تحتاج مرجع، ولكن انا ما تنقولش بحال هذه المعلومات.
انا تنعطي تعريف اللي هو معروف واضح وتنحاول نسرح فيه. فهذه الفكره علاش ما تنديرش مراجع. وانا عارف انه غادي تكون احسن كون مثلا درت لائحه ديال واحد 5 اكتوبر باش يقراوهم الناس وداك الشيء، ولكن راه الله يحسن العوان الا درت حلقه في السيمانه وبقى نوجد لك انا 5 اكتوبر وداك الشيء فهمتي، خص واحد الحد نحبس فيه. هادشي نقدر نديرو من لا بعد. ما قلتش لهاد الدرجه كاع. لا ماشي انت، لا ما قلتلكش نقرا الكتوبه، ولكن زعما حتى هذه راه زوينه، دير المراجع وتزيد كتوبه للتعمق وداك الشيء كان غيولي درس. الفكره هي ما بغيتش ندير درس وما كاينش الوقت، زعما باش نجيك من الاخر الوقت كون كان عندي الوقت اكثر ندير هادشي كامل ونزيد المراجع وكل شيء. ولكن الفكره الاساسيه هي انا بغيت بدون مراجع الانسان يكون عنده غير بفكره يمشي بعيد. زعما الفكره اللي هي تعريف، ماشي دابا التعريف ما عمر شي واحد يتدابز عليه وتقول لك انه غلط، يعني ما فيهش جدل. ولكن غنزيد دابا شوف، الا زعما كاع نقصت الوتيره ديالي اكثر في البودكاست ولا ما بقيتش نخرج حلقات، غنعاود نخدم على الحلقات القدام ونبقى نزيد لهم مراجع، نزيد لهم كتوبه للتعمق. المهم زعما كاين افكار. المهم كملاحظه وصافي. ملاحظه زوينه في محلها. الله يكبر بك. امين. دابا شحال ساعتين الا تقريبا حنا كنهضروا. المهم طلعتي لبرا صراحه ديال الدارجه في هذا البودكاست هذا. فهمتي كان خاصني نبين. هو راه الواحد خصو ديما يبين. انت راه الكرونيك بالدارجه، الا ما بينتيش انت شكون اللي غيبين؟ تحرك الدارجه شويه خذ راحتك كتصدى الصراحه. المهم شكرا على كل شيء يا انس. دابا غادي نديرو نديرو داكشي ديال داكشي الاوفيسيال. دير الى اللقاء. في فرصه قادمه. الى اللقاء. الله يحفظك السي الياس ومتمنياتي بالنجاح.